يا مساء الفل والخير. فيديو النهارده هيكون من حلقات قاضي الغرام، والحلقات دي انا بحبها علشان باخد مواضيعها من الرسائل اللي انتوا بتبعتوها لي. بنوته عندها 20 سنه وشكلها امور، بعتت قصتها وسردتها في صفح كده كتير، انا هلخصها لكم في دقايق صغيره ان شاء الله. شوفوا بقى، هي بتقول ان واحد دخل لها على الفيس وبعت لها رساله بيقول لها انا عايز رقمك او رقم حد من اهلك علشان اتقدم لك. فبتقول غريبه، واحد عايز يخش يتقدم كده على طول من غير ما يعرفني، وانا بصراحه ما اتعودتش على الدخلات دي، فقلت ما اغلس عليه شويه وادي له وش كده واقول له انت عايز ايه وليه عايز رقم بابا، انت مين اساسا وانت ما تعرفنيش. فرد عليها وقال لها بص انا ما بعرفش ازوق كلام، وانا متابعك من زمان ومعجب بيكي وكنت فعلا عايز اتقدم لك بس محتاج اتكلم معاكي شويه. فبتقول لي يا هيثم لقيت الراجل بيتكلم جد وفي العادل وكمان شكله محترم وعايز رقم بابا، فقلت ما اديله فرصه، ده شكله كده مش زي بقيه الشباب. وبصراحه دخلت على البروفايل بتاعه وقلت ما ابص عليه شويه، لقيت شكله كويس قوي ومتصور صور حلوه وشكله كده من الناس. المهم هي ادت له الرقم واتصل بيها واتفقوا ان هم يتقابلوا من الاول عشان يواجهها ويكلمها على طول بكل حاجه هو عايزها. فبتقول قعدت معاه لقيته جد كده مش نحنوح، وعرفني بنفسه وعيلته مين وبيشتغل ايه وبيقبض ايه ومين صحابه وساكن فين وكل حاجه عنده من اول مره. بتكمل لنا وبتقول بس انا قلت خلاص ده اخرة صبرك يا سوسو، الدنيا زي الفل، الراجل لو كمل بالشكل ده لغايه الاخر فده محترم وبيتكلم جد. فانا عند الحته دي بعت لها وسالتها قلت لها يعني مفيش اكشن خالص، الموضوع ماشي كده كان واحد دخل بيت واحده بيقول لها سلام عليكم انا عايزه اتقدم لك. بتقولي لا بصراحه يعني مش قوي كده، احنا لما اتقابلنا حط مفتاح العربيه بتاعته قدامي اول حاجه، فلما سالته انت معاك عربيه ايه راح قال لي ده انا معايا عربيه كذا وليا دخل تاني كمان، وان العيله بتاعته كبيره ومش لازمهم فلوس وواسطه وحركات، وقال لها ان ما بيحبش واحده تأيده خالص وبيحب يعيش بحريته، وان سيادته كان ليه تجربه قبل كده وكان مصدوم فيها عاطفيا والبنت طلعت خاينه ومش كويسه، ففضت له في الاخر وراحت اتجوزت واحد كان مريش شويه. لقيتها فرصه يا هيثم، انا قلت ده مصدوم عاطفيا وكمان محترم، فانا اخده كده في حضني واربيه على ايديا. بتكمل لنا وتقول انها كان نفسها تعيش فرحه البدايات، يعني شويه خروج وهدايا وفسح كده في الاول، بس خافت تضيع الفرصه وكانت عايزه تاخد معاه خطوه رسمي. فاتفقوا خلاص ان هو يتقدم لها رسمي، وقال لها كلمي اهلك يا سوسو وخد لنا منهم ميعاد. وسوسو فعلا ما كدبتش خبر وراحت كلمت اهلها، وبعد كده رجعت لحماده تقول له يا حماده انا خدت ميعاد، يلا هات باباك وتعالى بسرعه انا مستنياك. حماده رد عليها وقال لها ده هيبقى اسعد يوم في حياتي، انا هعدي على الابوار هشيل المحل كله وهاجي لكم يوم السبت الجاي. المهم الكلام ده كان يوم اتنين، التلات اتكلموا مع بعض زي الفل، بس الاربع ما ردش، الخميس اختفى، يوم الجمعه اتقطع عنه كل حاجه. رجعت تكلم نفسها وتقول يا ترى ايه اللي حصل، ده محترم، ده من الاول دخل عليا دخله محترمه جدا، ده ما فكرش يسيع معايا خالص ولا يشتغلني ولا يعمل معايا اي حركات، وقال لي عايز رقم بابا من الاول، وانا اديت له فرصه واتكلمنا وعرفني كل حاجه عنده، ده اكيد عنده ظروف قهريه جدا. وبعدين يا سوسو قالت لي مفيش، ده رجع كلمني يا هيثم بعديها ب10 ايام، قال لي انا كنت في المستشفى وعامل حادثه، انا كنت هظلم الراجل ده كان عامل حادثه ومتبهدل لازم اقف معاه في الموقف ده، وقعدنا سهرين مع بعض يا هيثم على التليفون اليوم ده لغايه الصبح زي ما احنا متعودين عاملين نتكلم ونهزر ونشوف احنا هنعمل ايه. فقلت قبل ما نقفل ونوصل لمرحله تصبح على خير ولا اله الا الله وتخلي بالك من نفسك كمان يا بيبي، فقلت اساله كده يا ترى انت بقيت كويس دلوقتي ولا لا، وحدد الميعاد الجاي امتى مع بابا. فقال لها استني بكره مني تليفون هحدد معاكي ميعاد اكيد عشان اكون مبلغ اهلي كمان تاني مره ونظبط كل حاجه مع بعض. وبعدين يا سوسو بتقول لي اتقطعت اخباره تاني، فقلت لا يكون عمل حادثه تاني، اكلمه ما بيردش، بيشوف الرسايل ما بيردش، اكونتات اوقات اونلاين بس برضه ما بيردش. وهنا قالت لازم تاخد موقف، والمره الجايه اول ان شاء الله ما يرد عليها هتقول له كلام جامد جدا جدا عشان تعرف راسها من رجليها. واستنت ان هو يرد عليها، حماده ما ردش، وعدى يوم واثنين واسبوع واسبوعين وتلاتة، حماده ما بيردش. المهم شغلت دماغها وراحت زق عليه واحده صاحبتها كلمته عادي جدا وراحت مظبطه معاه وقالت لها ده راجل سهل قوي ما بيقولش اصلا لا. وهنا قالت انا كرامتي فوق اي حاجه، انا مش هكلمه تاني وخلاص ستوب على كده، اكيد كان واحد بيلعب، بس كل المشكله ان انا كنت عايشه في حالي وهو دخل عليا دخله جد قوي، فليه يعمل فيا كده. وقالت لي لو سمحت يا هيثم على لساني انا عايز اوجه رساله لكل البنات، لازم تامني نفسك في الاول في بدايه اي علاقه، يمكن هم شهر ونص بس اللي اتكلمناهم، بس انا كنت ابتديت ارتب حياتي عليه، وهو وعدني ان هو هيقف جنبي في شغلي، انا كنت عايز افتح بزنس صغير ليا، قال لي ان هو هيفتحه لي وهيظبط لي كل حاجه، وابتدينا نقسم شكل بيتنا واسماء ولادنا لو خلفنا ولاد واسماء البنات لو خلفنا كمان بنات، وهنسيبنا كمان من موضوع الفرح والقاعه ولازم نطلع نعمل عمره في الاول. وبدل ما تقفل الكلام على كده وتسيبني في حالي لقيتها بتسالني وبتقول لي انت رايك ايه. المهم فعلشان انت بنوته جميله وحلوه وصغنططه فانا هنقي كلامي معاكي كويس قوي، ما تيجي بنوته تتعرف على واحد في شهر ونص وتقول انها بنت احلامها وكل حياتها عليه
عشان مجرد قال لها ان انا شاطر وجامد وبشتغل ومعايا فلوس ومفتاح عربيتي هنا، وراح هاريها انا وسمنه الهنا والكلام ده كله. فما تزعليش مني، انت كان عندك فراغ عاطفي غير عادي وشويه نقص. النقص هنا ده معناه ايه؟ انت كده واحده بتقدر نفسها ب 10 15% بالكتير، عشان لما يخش لك واحد عليكي بشويه كلام وشويه حركات، دول في بدايه العلاقات ما بيعدوش نسبه 5 10%. ما بيجي شاب بيجي يتعرف على اي واحده في الاول. فخلينا ابسطها لك، فين المواقف اللي حصلت ما بينكم؟ لسه ما فيش. لكن مثلا اي وعد وكان بينفذه راجل صاحب كلمه؟ لا لسه ما اداش. حصل ما بينكم شويه عشره واتربت ما بينكم شويه مشاعر؟ لا ما حصلش. طب هو التعارف والخطوبه معمولين ليه؟ علشان نسمع بعض، ولو اطمنا نقول يا رب الكلام ده يطلع صح بعد الجواز ما يتغيرش. وبعدين كان هيساعدك وهيفتح لك بيزنس. ده كلام فارغ. انت هنا مش محتاجه غير نفسك. مطموحك ده المفروض كان موجود قبل ما تعرفيه اساسا. ابسطها لك، قولي ان انتوا اتجوزتوا وطلع راجل زي الفل وخلفتوا كمان، وعمل لك يا باشا المشروع اللي انت عايزاه وظبط لك الدنيا 100 100، بس جه في وقت من الاوقات عمره انتهى. فانت اساسا لو كنت بني ادمه بتحاولي تسعى وعندك هدف من قبليه هتعرفي تكملي بعديه. انما فكره هو موجود وعمل لي كل اللي انا عايزاه فانا تمام، ما عمليش فانا هقع، فالكلام ده كله كلام فارغ. وده مثال محترم. احنا ما دخلناش على ليفل الوحش اللي هو للاسف بقى طبيعي بيحصل حوالينا، ان انت نورت محكمه الاسره او دخلت في الحوارات والمواضيع اللي بتحصل كل يوم. معلم كان كويس في الاول وبعد كده طلع مش تمام، وطلع بيخون، بخيل، ما بيصرفش، بيصبحك بعلقه، بيمسكي بنفضي لنفسك، حاجات كده. فالبني ادمه اللي تقول ان انا رتبت نفسي على واحد في فتره صغيره قوي، ده بيبقى مجرد انبهار، والانبهار ده كله عباره عن نقص. فوالله البني ادم مننا لو اساسا ماشي عادل ومظبوط وعنده حاجه عايز يعملها وبيقدر نفسه كده تمام، ايا كان الموقف اللي بيحصل له بيعرف يكمل، رغم ان في حاجات بجد بتكون صعبه. انا ما عداش عليا هنا خالص النصيحه اللي انت كنت بتقوليها للبنات، ان انت تامني نفسك في الاول، لان انت قلت ان انت كنت عايزه تعيشي فرحه البدايات. ازاي؟ ان انت كنت عايزه شويه هدايا وخروجات وحاجات. فانت لو بني ادمه بتنصح البنات عشان خاطر ما يتعلقوش ولا يعشموا ولا يتاذوا في مشاعرهم، فانت هنا فوق. اما لو قصدك ان هم يامنوا نفسهم انه يظبطوا حالهم في الاول ويعرفوا ياخدوا اللي هم ياخدوه، فانت تحت قوي ولازم تراجع نفسك. انت يا ترى مين فيهم؟ انا بصراحه ما اعرفش الاجابه دي، عندك انت لوحدك وانت اللي هتحدديها. لو حد فيكم قابل موقف زي ده قبل كده يكتب لنا رايه ايه وتجربته ايه، بتبقى حاجه جميله قوي لما بنسمع بعض. انا هيثم المعداوي، بقدم محتوى محترم جدا ومفيد ينفعنا في حاجات كتير قوي في حياتنا. اعملوا لايك وشير وساعدوا ان محتوى زي ده ينتشر، علشان انا عن نفسي ان شاء الله هكون واحد من اشهر الناس في مصر. اشوفكم المره الجايه، مع السلامه.